ولا عدوان إلا على الظالمين. يا أهل السوس العالمة أيها الأحرار، السلام عليكم. الأصل احنا خارجين أصالة، ماشي خارجين نيابة على حد، احنا خارجين أصالة عن أنفسنا، لأننا احنا فلسطينيون، احنا مسلمين، والمسلمين كلهم جسم واحد، دم واحد، ألم واحد، كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون في تودهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وحنا جسد واحد. والضربة اللي عرفتها اللي عرفوها الغزاويين البارح فاش تضرب مستشفى كانت ضربة، راه اش غادي نقول لك، المنتظم الدولي ترسمت على الجبين ديالو وصمة عار عريضة جدا، ما غاديش تمسح. ما هذا الشيء كاع اللي بقى في عمر البشريه، ما كاينش شي حاجه اللي تمسح وصمه العار اللي عرفها السكوت ديالهم على الضربه اللي عرفوها المستشفى البارح، ومات فيها اكثر من 500 طفل وجريح ومصاب. ففين رحنا؟ راه اش غادي نقول لك، الفلسطينيين راهم دابا ثابتين ويقاومون، وهما اللي هازين الرايه ديال الدفاع على كرامه الامه. حنا دابا ما بقاتش عندنا كرامه كمسلمين في هذه الارض، ما بقاتش عندنا. الجهه الوحيده اللي كتدافع على كرامه الامه هي غزه، هما الفلسطينيين بشكل عام والغزاويين بشكل خاص، وكيعطيو ضريبه كبيره من دمائهم ومن اطفالهم ومن بناياتهم ومن البنى التحتيه ديالهم، ولكن الصمود ديالهم والثبات ديالهم ما غادي يكون الا سبيل ان شاء الله لواحد الفتح مبين اللي غادي يتحرر فيه المسجد الاقصى، وغادي نوليو اصحاب الارض واصحاب المقدسات ديالنا. لكن خصنا ندعموهم، ما محلولاش الحدود باش ندعموهم بالشكل الحقيقي. كنعلى الاقل باصواتنا وقلوبنا والنداءات ديالنا، ما غاديش تحبس ابدا حتى تحرير الارض وتحرير الاقصى باذن الله. الوقفه اليوم اللي كتنظمها يعني الهيئات المدنيه والسياسيه والنقابيه هي تعبير العلاقه التاريخيه اللي كتربط بين المغرب وبين الفلسطينيين وبين الارض المقدسه اللي فيها اوقاف ديال المغاربه. فلسطين هي ارض اسلاميه في الحق، المغرب عنده الحق باش يدافع عليها. هذه الوقفه في الحقيقه هي بتنديد الاجرام الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، بخصوص بالنسبه للاجرام اللي وقع امس البارحه في المستشفى اللي راه ضحيته على الاقل واحد 1200 بين شهيد وبين الجرحى. وفلسطين غتبقى هي القضيه الانسانيه العادله عبر الازمنه التاريخيه القريبه، وبالتالي تحيه لكل مناضلين الاحرار الشرفاء عبر العالم اللي كيناضلوا لصالح هذه القضيه، وتحيه للفلسطينيين، تحيه المقاومه الباسله وخلود الشهداء، وتحيه للجميع. اليوم اتينا كشباب من ساكنه اكادير، اتينا للتنديد ضد العدوان الغاشم ضد الصهيون الذين يقتلون اخوتنا في قطاع غزه، يعني وكذلك للقصف الذي كان البارحه للمستشفى في قطاع غزه، والذي يعني استشهد فيه العديد من العشرات من الاطفال. يعني اتينا للتنديد بهذا، يعني بهؤلاء يعني القتله، بهؤلاء الذين يقولون يعني ينادون بإنسانية وهم يقتلون الأطفال والنساء. يعني لهذا أتينا يعني كشباب من منطقة سوس، بالضبط مدينة أكادير، للتنديد بهذا العدوان الغاشم يعني ضد التطبيع، ويعني للخروج ويعني توحيد الكلمة، ويعني بأننا مع يعني إخوتنا في فلسطين دائما ودائما مع فلسطين ودائما ضد التطبيع.